هنعمل النهارده كيكة حلوة جدًا اقتصادية، عايزة أقول لكم إن طعمها حلو جدًا، في نفس الوقت ما خدتش معاكِ تقريبًا 10 دقايق واقفة في المطبخ، طريقة سهلة وبسيطة زي ما أنتم شايفين كده. يالّا كده عندِك بيضتين في التلاجة، تعالي نعمل بيهم أحلى كيكة، بجد طعمها حلو جدًا هشة، زي ما أنتم شايفين كده ارتفاعها ممتاز. نقول كده بسم الله ونبتدي الوصفة مع بعض. هنجيب بولة ونحط فيها كده، عندك بيضتين في التلاجة، هجيب بولة واحط فيهم بيضتين بدرجة حرارة المطبخ واحط عليهم نص كوباية، اي كوباية معيارية او كوباية موجة عادي بتاعنا. هنجيب نص كوباية سكر هضربهم في الخلاط او المضرب الكهربائي بالشكل ده لحد اللي يبقى لونها فاتح وتضاعف حجمها بالشكل ده. في اللحظة دي ببتدي ان انا انزل نص كوباية زيت او نص كوباية زبدة على زيت او نص كوباية زبدة بس على حسب اللي موجود عندك، واحط معاهم كمان كوباية برتقان فريش تكون معصورة لوحدها بدون ميه. هضربهم ضربة صغيرة وبعد كده بقى هرفع المضرب الكهربائي كده، وبعد كده هحط المواد الجافة كوباية نشا هندخلهم على كوباية دقيق وكيس بيكنج باودر او كيك شيف، وبعد كده بالويسك العادي اليدوي بتاعنا ببتدي ان انا اخلط بقى المكونات الجافة مع المكونات السائلة بالشكل ده لحد ما اوصل للقوام ده. طبعا قبل ما ابتدي في الكيكة انا ولعت الفرن على درجة حرارة 180 عشان يبقى الكيكة معايا جاهزة. جبت القالب بتاعي ده ببتدي ان انا احط فيه الخليط، طبعا انا دهناه ماده دهنيه ومبطناه بالدقيق. هحط فيه الكيك بتاعي بالشكل ده وادخله الفرن، يقعد معايا تلت ساعه او 25 دقيقه، هيطلع معايا ممتاز زي ما انتم شايفين، ما خدش معايا وقت خالص. ببتدي ان انا الجوانب بتاعتي كده بفرغها من الصينيه واقلبها، طبعا انا قلبتها سخنه واستحسن ان انت تقلبيها وهي بارده، فحتى وهي بتتقطع هتحسي ان هي مفروله، لكن اول ما بردت كانت متماسكه جدا. شايفين الجمال؟ كل ده ببيضتين وفي 10 دقايق بس طلعتي العظمه دي. طبعا انا ما عملتش جليز بتاع البرتقال بتاعي، كان عندي كده جيلي تلميع فراوله، ابتديت ان انا احطه كده بالشكل ده لان انا عايزه حاجه سريعه. يستحسن انت تعمليه لو موجود، لو مش عندك ممكن تعملي جليز البرتقال حلو جدا، او ممكن تتقدم كده بطعمها احنا ممكن ناكلها ساده خالص من غير ما نعمل فيها اي صوصات، لان هي بجد طعمها حلو جدا. شايفين ارتفاعها قد ايه؟ هشه جدا زي ما انتم شايفين، ممتازه. اتمنى اشوف تطبيقاتكم وان شاء الله تعجبكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.